تخيل تبقى عيل صغير وتشوف أبوك وهو بيفقد حياته قدامك، وتلاقي نفسك مجبور تعيش في ساحات الحروب عشان تعرف تاخد حقك من اللي خلصوا على أبوك، لحد ما بتكتسب قوة تخلي أقوى المحاربين مرعوبين منك. على العموم يا بشوية، تعال اما احكي لك القصة من البداية. حكايتنا بتبدأ مع سورز وهو بيحارب في قلب المعركة على سفينة في وسط البحر، وفي جثث كتير حواليه، وبيكون معاه صاحبه توركل اللي من ضربة واحدة بس بيقدر يقضي على 4 أشخاص. وبعدها بيقف سورز يرتاح شوية وياخد نفسه بعد المدعكة اللي حصلت دي، وفجأة بتتضرب عليهم مجموعة من السهام، لكن بيقدروا يصدوها بالدروع بتاعتهم على آخر لحظة. وفي الوقت ده بيلاحظ توركل إن في سفن كتير جاية عليهم، وبيطلب من صديقه يروح يواجههم لوحده ويمنع تقدمهم. وعلى طول بينفذ سورز الأمر وبيتحرك برشاقة على السفن لحد ما بيوصل للأعداء، وبتدور بينهم حتة معركة شرسة، وبيقدر بقوته ينهي حياة أكتر من 10 أشخاص من غير ما يتصاب بخدش واحد، وبيقضي على كل اللي في السفينة، وبيبقى فاكر إنه خلاص المعركة خلصت على كده. وأثناء ما هو واقف بيلاقي سهم اتضرب عليه وبيرشق في جسمه، بس مش بيحوق فيه ولا أكنه استلم كرة على صدره، وبيتفاجئ بسفينة جاية من وراه وعليها عدد كبير جدا من الأعداء، وبيهجم عليه واحد منهم، وبيقعوا هما الاتنين في البحر، والراجل مش بياخد ثانية في إيده وروحه بتروح للي خالقها. وساعتها بيقرر سورز يستغل انشغال الجيش بالحرب، وبيكمل عوم لحد ما بيوصل للبر وبيهرب من الحرب واللي بيحصل فيها. وبعد سنين كتير بنشوف عيل صغير شعره أصفر اسمه سورفن، وبنعرف إن الشبل ده يبقى ابن المقاتل سورز، وبيكون شغال في المزرعة بتاعتهم وبيساعد أمه، يعني يملى لها مية، يلم لها المحصول، يروح يحط أكل للحيوانات واللازم منه يعني. وبعد ما بيخلص كل واجباته المنزلية بيجتمع هو وأصحابه في البيت عنده، وبيجي لهم القبطان ليف علشان يسمعوا قصصه ومغامراته عن البحر والدول اللي بيروحها، وبيعرفهم إن الطاقية اللي هو لابسها دي ليها قصة طويلة جدا. فبيحكي لهم إنه في يوم من الأيام تاه في البحر وفضل ماشي لحد ما وصل لجزيرة، ونزل هو وطاقم المركب يجيبوا شوية خشب وأكل علشان يقدروا يكملوا الطريق، لحد ما ظهر قدامهم سكان الجزيرة الأصليين. والمشكلة إنهم كانوا بيتكلموا لغة غريبة محدش فاهمها، ومع ذلك قدروا يبقوا أصدقاء وساعدوهم، والقائد بتاعهم اداله الطاقية بتاعته كتذكار. والقصة دي بتعجب سورفن جدا، وبيقوم يلمس الطاقية وبيبقى نفسه يطلع في رحلة دلوقتي، لكن البحار بيوعده إنه هينفذ له طلبه لما يكبر. وبعد شوية بيدخل سورز عليهم وبيفض فقرة الحواديت دي، وبيقعد يتكلم مع ليف على انفراد، وبيبلغه إن الجو هيكون برد جدا الفترة اللي جاية، وده معناه إن كل سكان القرية بتاعتهم ممكن يفقدوا حياتهم وكمان الحيوانات بتاعتهم، وعشان كده لازم ينتقلوا لمكان تاني أدفى. وتاني يوم بنشوف سورفن راكب السفينة مع البحار وماشيين في نص المية، وفجأة من حيث لا ندري بيطلع لهم وحش ضخم وحالف ما يعديهمش غير لما يدقهم الأول. وفي وسط ما كل اللي على السفينة ركابهم بتخبط في بعض ومش عارفين يتصرفوا ازاي، بيظهر سورفن شجاعته وبيطلع السيف وبيوجهه ناحية الوحش، وبيقول له اتشهد على روحك. ولسه يا دوبك ما خلصش الجملة بيلاقي الوحش مسكه من رقبته بكل قوته. وفي اللحظة دي بيفوق سورفن من النوم، وبنكتشف ان كل اللي حصل ده كان مجرد حلم، وبيقوم يكمل يومه عادي جدا. وبيشتغل سورز وبنته ألفا في إزالة الجليد من سطح البيت بتاعهم، وأثناء ما هي شغالة توازنها بيختل وبتقع على الأرض، بس الحمد لله مش بيحصل لها أي إصابة لأنها وقعت على التلج. وقتها بتحس إن في حاجة غريبة، وبتفضل تحفر في الأرض، وبتتصدم هي وأبوها إن في جثة مدفونة وسط التلج لشخص مربوط بسلاسل حديدية. ولما بيقرب سورز منه بيكتشف إن لسه فيه الروح، ولو ما اتلحقش بسرعة هيفيص منهم. فبياخدوه معاهم على البيت وبيلفوه بالبطانية وبيحطوه قدام النار علشان يتدفى، وبيحاول يفوقه بكل الطرق لحد ما الراجل بيفوق وبيكون مش قادر يتكلم وبيفضل يعيط. وفي نفس الوقت بيكون سورفن بيشتغل مع البحار ليف على الشاطئ، وبيطلب منه يحكي له قصص تاني زي اللي وجع دماغه بيها ليلة امبارح دي. فبيوافق البحار، والقصة المرة دي بتكون عن أجداد سورفن، وبيحكي له إنهم كانوا عايشين في مدينة آيسلاند، لكن في حرب قوية قامت هناك والمكان كله اتدمر، وساعتها أبوه اضطر يهرب من المعركة لحد ما وصل للجزيرة اللي هم عايشين عليها دلوقتي. ومن وقتها وهم هنا، بس القصة مش بتعجب الطفل، وبيأكد إن مستحيل أبوه الشجاع يهرب من المعركة، وبيقلب وشه وبيرجع على البيت جري. وأول ما بيدخل بيشوفهم قاعدين مع الراجل اللي لقوه، وبيبقى مستغرب مين ده وإيه اللي جابه هنا. وأثناء كلامهم بيدخل ليف عليهم ووشه جايب ألوان، وبيعرفوا إن عدوهم هالفدان وصل للمينا ومعاه الجيش بتاعه، وطالبين يقابلوه، وشكلهم كده مش ناويين على خير. وبعد لحظات بيدخل هالفدان البيت وبيعرفهم إنه جاي في سلام، وبيدور على العبد بتاعه اللي هرب من الأسر. وهنا بنفهم إن قصده على الراجل اللي هم لقوه في التلج، فبيسلمه له سورز ويا دار ما دخلك شر. وبتتضايق ألفا جدا من تصرف أبوها لأن أكيد هيخلصوا على الراجل ده، بس سورز مش بيهتم لكلامها عشان عنده بعد نظر وواثق ومتأكد إنه لو ما كانش عمل كده هيدخلوا في حرب ضد هالفدان وجيشه، وساعتها الخراب هيعم على المكان. وتاني يوم بنشوف سورفن وكل أطفال القرية بيلعبوا سوا وعاملين معركة على الضيق كده، وجايبين سيوف خشبية ودروع وعايشين الدور على الآخر. وعلى الرغم من كل ده إلا إن ابننا الشجاع
بيرجع بيخسر في اللعبة وبيفضل واقع على الأرض هو وصديقه. قال يعني كده فقدوا حياتهم خلاص، والدور بيخلص والعيال بتروح بيتها وهم لسه نايمين على الأرض، لحد ما بيجي ليف وبيضحك على منظرهم وبياخدهم معاه لحد المينا وبيعرفهم إنه طالع في رحلة تجارية ومش هيتأخر، وبيطلب سورفن إنه يروح معاه، بس ليف بيرفض لأن الطريق هيكون صعب جدا عليه. وفي وسط كلامهم بيلاحظوا إن في مركب ضخمة جاية عليهم، وساعتها ليف بيأمره يطير على البيت ويبلغ أبوه علشان يشوف حل للمصايب اللي بتتحدف عليهم دي. وفعلا بينفذ سورفن الطلب، وبيجي سورز بسرعة علشان يشوف إيه الموضوع، وبيلاقي السفينة عليها عدد كبير من الجنود وكلهم لابسين خوذ وواقفين زي التماثيل مش بيتحركوا، وبنعرف إنهم أقوى فرقة في جيش الفايكنجز. وبيفضل الحال كده لحد ما قائدهم فلوكي بيخلع الخوذة وبينحنوا قدام سورز احتراما ليه، لأنه كان قائدهم في المعركة اللي هرب منها، وبيسألهم عن سبب وجودهم في المكان. وساعتها فلوكي بيحس بالإحراج وبيقول له هنتكلم على الواقف كده في المينا، مش هتشربنا كوبايتين شاي ولا ايه؟ فبياخدهم معاه على بيته علشان يتكلموا على رواقه، وبيبلغوا فلوكي ان الملك امر بجمع كل قواتهم علشان يستعدوا للحرب الكبرى بينهم وبين الانجليز، في مقابل الغاء الحكم عليه بانهاء حياته بعد هروبه من الجيش، ولو ما نفذش الامر يعتبر نفسه هو وقريته في تعداد الوفيات. فبيضطر سورز يوافق لان مش قدامه اي حل تاني علشان يحافظ على اهله. وبنكتشف ان كل شباب القريه واقفين ورا الباب بيلمعوا اوكر وبيسمعوا كل اللي بيتقال في الاجتماع، واول ما فلوكي بياخد باله منهم بيطلعوا يجروا زي الفراخ، وبيبقوا متحمسين جدا للمعركه وطايرين من الفرحه ولا اكنهم سمعوا خبر حلو، لان دي هتعتبر اول حرب يشاركوا فيها. وبعدها بيروح فلوكي للمينا وبيركب السفينه مع جنوده وبيبلغ سكان القريه انهم هيشاركوا في حربهم ضد الانجليز. وبعد ما بيمشوا شباب القريه بيحتفلوا بالخبر الكارثي ده، والكل بيكون مبسوط ما عدا سورز لانه مش مرتاح للموقف، وبيرجع البيت وهو شايل طاجن سته ومش عارف هيتصرف ازاي في الحرب اللي اتدبس فيها دي. وبيجي ليف يقعد معاه وبيحاول يطمنه وبيفكروا بصوالاته وجولاته في المعارك اللي دخلها زمان، وبيقول له ده انت الله اكبر عليك كنت بتنيم سمك البحر من المغرب. فبيعرفوا سورز ان قدراته قلت بعد اخر معركه دخلها، ومش عاوز يكون سبب في انهاء حياه اي حد حتى لو كان عدو، بس للاسف مضطر يوافق علشان ينقذ اهل القريه. وتاني يوم بيستعد شباب القريه علشان يشاركوا في الحرب مع سورز، لان ده طبعا شرف عظيم انهم يبقوا واقفين كتف بكتف معاه في المعركه، والاطفال متجمعين وعاملين بروفا عن الحرب وشغالين ضرب وتكسير في بعض. وبرضه سورفن بيخسر كالمعتاد، لكن مش بيرضى يتقبل الهزيمه وبيضرب صاحبه بالسيف الخشب على وشه وبيوقعه على الارض. وبعد شويه جسمه بيهدى وبيحس بوجع شديد في دراعه، وقبل ما السفينه تتحرك بيجي واحد من سكان القريه وبينادي على سورز علشان يجي يطمن على ابنه، ولما بيكشف عليه بيكتشف ان دراعه اتكسر وبيأمره يفضل قاعد في البيت. وفي اللحظه دي كل اماله وطموحاته بتتدمر لانه كان فاكر نفسه هيشارك معاهم في المعركه. وبعدها بيخرج يتفرج على الجنود وهم بيستعدوا لتحريك السفن، فبيتغاظ جدا وبيرجع على البيت وهو متعصب وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشه، وبيفتش في حاجات ابوه يمكن يلاقي اي اداه يقدر يحارب بيها معاهم، وبيلفت انتباهه خنجر شكله حلو جدا، فبياخده وبيبص فيه بتمعن، بس بيتصدم بابوه واقف جنبه وبيمسكه منه وبيتجرح من غير ما يقصد. وبيعرفوا سورز انه لسه صغير وما ينفعش يروح اماكن زي دي معاهم، فبيتعصب سورفن جدا وبيسيبه وبيروح ينام في اوضته. وفي نفس الوقت بيبقى فلوكي قاعد مع زعيم القراصنه اشيراد وبيتفق معاه على صفقه ثعبانيه، وهي انه يديله 5 كيلو ذهب قدام راس سورز. يا سلام على الخيانه. وبيفضل فلوكي قاعد ساكت ومش عارف يرد عليه، هل يقبل العرض ويخون صديق عمره ولا يقوم يخلص على اشيراد بنفسه؟ ولما بيلاحظ زعيم القراصنه انه محتار في قراره بيدخل له من نقطه ضعفه وبيزود سعر المكافاه وبيخليهم 10 كيلو ذهب، يعني 5 قبل التنفيذ وزيهم بعد ما يجيب له راس سورز. وعلى طول بيوافق فلوكي وبيعرفوا ان سورز خصم مش سهل، بس الزمن هده وبقاله فتره كبيره بعيد عن الحروب والمعارك، يعني مهمه متيسره باذن الرحمن. وفي نفس الوقت بنشوف سورز بيستعد هو وجيشه للابحار، وكل اهل القريه واقفه تودعهم، والفا بتروح تودع حبيبها اري قبل ما يركب المركب وبتكون قلقانه عليه جدا. فبيجي ليف من وراها وبيطمنها ان الشباب مش هيشاركوا في الحرب، وعشان كده سورز مجمعهم في سفينه لوحدهم بعيد عن المحاربين، وده على اساس انهم رايحين الحرب، بس المركب هتروح النرويج وهتفضل هناك لحد ما المعركه تخلص. وبعدها بنشوف سورز بيدور على ابنه علشان يودعه ومحدش بيبقى عارف مكانه حتى اخته، وبتبدا رحلتهم وبتتحرك المراكب من المينا لحد ما بيوصلوا لنص البحر، وسورز بيكون حزين لانه ما شافش ابنه قبل ما يمشي. يا عالم مش ممكن تكون اخر مره. وفجاه بيسمعوا صوت من جوه برميل موجود على السفينه وبيطلع لهم سورفن منه وبيخضهم كلهم، وطبعا ابوه بيتضايق منه جدا لانه هيعرض حياته للهلاك ومش هيبقى عارف يركز في الحرب بسببه علشان يحميه. وتاني يوم بيوصلوا المكان فيه تلال عاليه وبيعرفهم ليف انهم هيعدوا على قريه في وسط التلال دي علشان ياخدوا منها شويه اكل وميه لبقيه الطريق. واول ما بيلمح ليف القريه بيحس بحاجه غريبه لان عدد البيوت قلت. في نفس الوقت بيلاحظ سورز بحركه خفيفه فوق التلال
التل وبيأمر فريقه انهم يرجعوا تاني فورا. وفجأة بيقع عليهم خشب وحجارة كتيرة جدا من فوق التل وقفلت عليهم المخرج. وبيجري سورز على ابنه وبياخده بالحضن علشان يحميه. وبيظهر اشيراد ورجالته من الناحية التانية. وفي اللحظة دي بيدرك سورز انه اتعمل له كمين ومفيش قدامه حل غير المواجهة، ويا يعيش هو وجنوده يا يقولوا على الدنيا السلام. وبيطلع سيفه وبيدي الخنجر لسورفين علشان يحمي نفسه بيه. وكل الجنود بيتحمسوا جدا للمعركة، ولسه هيلفوا المراكب علشان يرجعوا بيلاقوا سفن اشيراد في وشهم. وبيبقى في واحد ضخم من رجالة اشيراد اسمه بيورن، بسم الله ما شاء الله، طول بعرض، وبياكل نوع معين من عيش الغراب علشان يخليه قوي. واثناء ما بيتكلموا فجأة بيلاقوا سورز ظهر من وسطهم على السفينة وبيبدأ يضرب فيهم واحد ورا التاني. وبيكمل على بقية الرجالة بس مش بينهي حياة اي حد فيهم. وفجأة بيتحول بيورن لوحش من شدة غضبه لدرجة انه مش بيميز بين سورز والرجالة اللي معاه، وبيدور الضرب في كل اللي قدامه. بس بطلنا مش بيفرق معاه شويتين دول، وبيواجهوا بقدراته القتالية وبتدور بينهم معركة قوية جدا والكل بيقف يتفرج عليهم. وفي النهاية بيقدر يقضي عليه بضربتين وبيطيروا على سفينة القراصنة التانية قبل ما توصل لرجالته. وبينبهر كل اللي موجودين بقوته الرهيبة. ولما بيبص سورز حواليه بيلاقي ان عدد القراصنة بيزيد كل شوية ولا اكنهم جيش نمل، وده بيخليه يقلق جدا على ابنه. وبيقف قصادهم لوحده وبيوجه كلامه الاشيراد وبيتحداه يواجهوا بعض راجل لراجل في مبارزة شريفة بينهم هما الاتنين وبس، والا هيكمل معركته وهيقضي على باقي رجالته. فبيوافق اشيراد بعد ما شاف اللي حصل لبيورن، وبتبدا المبارزة ما بينهم. وبيقدر اشيراد يوقع ساري السفينة وبيشتت انتباه سورز وبيعوره في صدره. فبيتعصب جدا من اللي حصل وبيهجم عليه بسرعة وبيوجه له اكتر من ضربة بسيفه. والمعركة بتكون قوية جدا بينهم ومحدش قادر يتوقع مين اللي هيكسب فيهم، لحد ما اشيراد بيكسر سيف سورز وبيبقى فاكر انه كده خلاص كسب المبارزة. لكن بيتفاجئ بسورز بيوجه له ضربة قوية بالبوكس في دراعه وبياخد منه السيف وبيحطه على رقبته، وكده بيكون كسب المبارزة. والجنود بيفرحوا جدا وخصوصا سورفن لانه اول مرة يشوف ابوه في معركة حقيقية. وساعتها اشيراد بيطلب منه ينهي حياته لانه مستحيل يستسلم قدام رجالته. وبيعرفوا ان صديقه فلوكي هو اللي خطط لكل حاجة وبيعرض عليه يبقى القائد بتاعهم. وساعتها القراصنة بيتصدموا من كلام قائدهم فبيصلح الموقف بسرعة وبيأكد انه كان بيهزر. وفي الوقت ده بيفوق بيورن وبينط على سفينة سورز وبيمسك ابنه من شعره وبيحط الخنجر على رقبته. واول ما سورز بيشوف اللي بيحصل بيحط السيف على رقبة اشيراد وبيهدده انه هينهي حياته لو ما اطلقوش سراح ابنه. لكن صاحبنا ده مش بيفرق معاه وبيعرفوا انه مستعد يفقد حياته بدليل انه طلب كده من شوية. وساعتها بيدرك سورز انه اتحط قدام الامر الواقع فبيستسلم وبيرمي السيف في المية وبيعلن انه خسر المبارزة. وقبل ما يخلص كلامه بيشاور اشيراد لرجالته فوق التل وبيطلقوا سهامهم على سورز. وقبل وفاته بيطلب من ليف يبعت جثته لفلوكي علشان يتأكد وما يأذيش القرية. وبيخرج اخر انفاسه وهو واقف زي الاسد وسورفن مرمي في حضنه ومفلوق من العياط. وبعدها بنشوف سورفن مستخبي في السفينة اللي اخدها منهم القراصنة وبيبقى حزين جدا على وفاة ابوه وبيقعد يفتكر كل الجمل اللي قالها قبل وفاته. وبيتحول كل الحزن ده لطاقة غضب رهيبة وبيطلع على سطح السفينة وبيفضل يصرخ في اشيراد وبيعرفوا انه هياخد حق ابوه منه مهما عدت السنين. والكل بيكونوا مستغربين من طريقة كلامه، ازاي طفل في عمره يطلع منه كل الغضب ده. وبيقترحوا على قائدهم انهم ينهوا حياته لكن هو بيرفض وبيعرفهم انه كده كده هيفيص لوحده. وبعد كام يوم بيفضل سورفن لوحده على سفينة من غير اكل ولا شرب وبيبان عليه التعب والارهاق جدا ونفسه حد يديله بق ميه لدرجة انه بيحاول يشرب من مية البحر بس طبعا مش بيقدر يستحملها. وبعد شوية بيوصلوا لجزيرة فيها قرية صغيرة وبينزل اشيراد ورجالته علشان ينهبوا كل اللي فيها من اكل وذهب وبيقضوا على حياة كل اللي بيعترض طريقهم. وبينزل سورفن من المركب وبيطلع يجري في الغابة زي المجنون وبيقع من على منحدر وبيفقد الوعي وبيفوق على صوت مية قريبة منه فبيقوم يمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيلاقي نفسه قدام بحيرة وبينزل يشرب منها من غير تفكير. وبعدها بيسمع صوت صريخ جاي من بعيد وفي نار مولعة في المكان. ولما بيقرب بيشوف القراصنة وهم بيدمروا في القرية وعايشين حياتهم ولا أكنها أرضهم. فبيتسلل لحد لما بيوصل للخيمة اللي فيها زعيمهم وبيشوفه هو نايم على السرير ورايح في 7 نومة. فبياخد السيف بتاعه وبيرفعه وخلاص على بعد خطوة وياخد طربه بس بيتمسمر في مكانه وبيتردد في القرار وفي الآخر بيمشي من غير ما حد يحس بيه. وتاني يوم بنشوف القراصنة وهم بيجمعوا جثث سكان القرية اللي أنهوا حياتهم وأشيراد بيقابل سورفن في القرية والطفل بيتحداه في مبارزة فبيوافق علشان يبطل زن وينزل من على ودانه وبيسأله هو ليه مرضيش يخلص عليه امبارح في الأوضة. وساعتها سورفن بيتصدم إنه كان حاسس بيه وبيقول له إن أبوه رباه يواجه الخصم وش لوش وغالبا هنا بيلقح على اللي حصل في المعركة ضد أبوه. ووقتها بيتأكد أشيراد إن الطفل ده هيشكل تهديد عليهم في المستقبل وبيطلب منه يهجم عليه. فبيمسك سورفن السيف وبيجري عليه بكل قوته وبيقدر أشيراد يتفاداه بكل سهولة وبيوقعه على الأرض والسيف اللي معاه بيتزحلق
بيتزنق في خشبة، وبيضربوا اشارات برجله علشان يثبت له قد ايه هو ضعيف. وبالليل بيبقى قاعد في الغابة بياكل بواقي عظم اللي اتبقى منهم، وفجأة بيظهر قدامه ذئب وبيهجم عليه، بس ابننا الشجاع قدر يخلص عليه بالخنجر، وبيفرح جدا لان ده اول انتصار ليه. وبيقضي كام يوم بعدها يتدرب، وبيروح بعدها يتحدى اشارات تاني في مبارزة، وبيفضلوا رجالته يشجعوه يوافق علشان يتبسطوا شوية. وبيهجم سورفن عليه وبيوجه له كام ضربة بالخنجر بتاعه، بس من غير اي فايدة طبعا. وبيضربوا اشارات اكتر من مرة برجله لحد ما بيخليه مش قادر يقوم تاني. وساعتها بيرمي سورفن سيف صغير عليه، وكان على وشك انه يخبط في دماغه، لكن اشارات بيلحق نفسه على اخر لحظة. وبعد ما بيخلصوا المواجهة بيعترف له انه طفل فريد من نوعه وعنده قوة قتالية خارقة، وبيوعده انه لما يتعلم المبارزة ويحقق اي انتصار في ارض المعركة ساعتها هيتحداه تاني. وبيكمل سورفن معاهم وبيضطر يستسلم للامر الواقع وبيبقى واحد منهم، وكل ده من ضمن خطته علشان ياخد حق ابوه. وبيوصلوا لجزيرة وبيتصدموا بجثث كتير من جنود الانجليز اللي فقدوا حياتهم في الحرب ضد الفايكنج، ومش بيبقوا قادرين يتحركوا في المكان من بشاعة المنظر. وسورفن بيبقى في حالة صدمة لانه اول مرة يشوف الكم ده من الجثث. وبالليل اشيرات بيعمل صفقة مع واحد من قادة الجيش الدنماركي علشان يشارك معاهم ويحميهم المعركة الجاية. وبيبقوا قاعدين في جو هادي، وفجأة من حيث لا ندري بيتضرب سهم على القائد وبيقضي عليه فورا. وساعتها بيكتشفوا ان الجيش الانجليزي محاصرهم من كل الاتجاهات، وبينزلوا عليهم بمطر من السهام، وبيقضوا على عدد كبير من رجالة اشيرات، واللي بيتبقى منهم بيقاوم لاخر نفس. وبتدور بينهم معركة شرسة جدا. وفي اللحظة دي بيفتكر سورفن كلام اشيرات عن اثبات نفسه في ارض المعركة، وبيقوم ساحب الخنجر بتاعه وبيحاول يقضي على واحد من الانجليز. ولسه هيتحرك من مكانه بيهجم عليه جندي انجليزي وبيوقعه على الارض، وبيكون عاوز ينهي حياته، بس فجأة بيلاقي سيف اخترق جسم الجندي وقضى عليه. وبيتصدم ان اشيرات هو اللي عمل كده، وبيقول له الضعيف هو اول واحد بيفارق الحياة في ارض المعركة. واول ما سورفن بيسمع الجملتين دول الحماس بيدب في عروقه، وبيهجم على جندي تاني، والمرة دي بينجح وبينهي حياته. ووقتها بيحس احساس غريب جدا لانها اول مرة في حياته يخلص فيها على شخص. وبيبص للسماء وبيصرخ باعلى صوته، ودي بتكون نقطة التحول في حياته. ومع الايام بيتعلم ازاي يحارب، وبيبقى مقاتل قوي وسريع جدا، ومحدش بيقدر عليه بسهولة زي ابوه. وبيشارك معاهم في عدد كبير من الحروب، وفي كل مرة مهاراته بتتطور عن اللي قبلها، وبيقضي على عدد اكبر من الاعداء. وخلاص القراصنة بقوا يعتبروه واحد منهم. وبتمر السنين وبيكبر سورفن، وفي يوم بنشوفه فاقد الوعي على شاطئ بحيرة قريبة من قرية على حدود فرنسا، وبالصدفة بتلاقيه بنته وامها، وبياخدوه معاهم على البيت وبيعالجوه من الجروح والاصابات اللي في جسمه. وبعد شوية بيفوق وبيفضل يبص حواليه يمين وشمال ومش بيكون فاهم اي حاجة. وبتدخل الست العجوزة وبتطمن عليه وبتقدم له اكل ومية، وبيقعدوا ياكلوا سوا، وهو يا ولداء اكنه اول مرة يشوف الاكل، وبيبقى ناقص ياكل الترابيزة نفسها. وبتلاحظ البنت انه مش بيفهم لغتهم، وبيعرفوا انه دنماركي. وبعد ما بيخلصوا بنشوف الست العجوزة واقفة بره البيت، وبيعدي عليها واحد من الجنود الانجليز وبيعرفها ان في حملة تفتيش على البيوت، لان جالهم بلاغ ان في جاسوس دنماركي دخل المدينة. وبيسألها اذا كانت شافت اي حد شكله مش ولا بد يعني، فبتأكد له انها عايشة لوحدها مع بنتها وابنها. وبنعرف انها قالت كده علشان خافت على سورفن من الجيش الانجليزي، لانهم مش هيرحموه حتى لو كان صغير في السن. وبالليل بيخرج سورفن من البيت، وقبل ما بيمشي بيتكلم مع الست وبنتها وبيقول لهم اهربوا، بس طبعا هم مش بيكونوا فاهمينه. وبيروح بعدها يولع النار في بيت على شاطئ البحر، وساعتها جيش اشيرات بيكونوا واقفين في وسط البحر، واول ما بيشوفوا النار بيفهموا ان ده وقت هجومهم على القرية. وهنا بنكتشف ان كل اللي حصل خطة من القراصنة علشان يقدروا يقتحموا المكان ويسرقوا الاكل اللي فيه. وبيجتمع كل سكان القرية علشان يطفوا البيت، والست العجوزة بتكون مصدومة من سورفن وهو عمال يقنعهم يهربوا قبل ما الفايكنج يوصلوا المكان ويخلصوا عليهم. لكن لا حياة لمن تنادي، ومحدش فاهم منه كلمة. وفي اللحظة دي بيجي الجندي الانجليزي، واول ما بيسمع لغته بيفهم ان هو الجاسوس اللي بيبحثوا عنه، وبيهجم عليه. لكن سورفن بيقدر يتفاداه وبينهي حياته بالخنجر وسط ذهول كل اللي واقفين. واحد من سكان القرية بيرمي عينه على البحر كده بيلاقي 3 سفن جايه عليهم من بعيد، وبيعرف انهم القراصنة. ومفيش ثواني بيكونوا وصلوا الشاطئ وخلصوا على كل اللي واقفين بما فيهم الست العجوزة وبنتها. واشيرات بيشكر سورفن على مساعدته، وهو من جواه بيكون متضايق جدا من نفسه لانه خان الناس اللي وقفت جنبه. وبعد كام سنة بيوصل القراصنة فرنسا، وبيلاقوا ان في حرب اهلية شغالة في المكان، وبتبقى دي فرصتهم علشان يسرقوا كنوز البلد. وبينده اشيرات على سورفن علشان يروح يبلغ رسالة للقائد المهزوم في المعركة بانه هيساعده في مقابل نص كنوز فرنسا. بس بيلاقي سورفن ساكت ومش بيرد عليه، وبيعرفوا انه محتاج يوقف اللي هو بيعمله لانه قضى على عدد كبير من الناس سواء كانوا جنود او اشخاص ابرياء. فبيستهزأ اشيرات بيه وبيعرفوا ان هي دي حياة القراصنة ولازم يقبل بيها طالما بقى واحد منهم. وبيجيله من نقطة ضعفه وبيوعده انه هيبرزه لو جاب له راس قائد الحصن، وهو زي ما يكون مصدق وبيجري ينفذ المهمة من غير تفكير.
التفكير. وبيتكلم اشيراد مع بيورن وبيأكد ان المهمة دي صعبة جدا على الطفل، واحتمال كبير ان الجنود ينهوا حياته وساعتها يبقوا ضربوا عصفورين بحجر. وبعد شوية بيوصل سورفن الحصن وبيتكلم مع الجنود وبيبلغهم انه رسول من القراصنة، وبيطلب منهم يقابل الملك علشان يعمل معاه صفقة. وفي الاول الجنود مش بتعتمد كلامه وبينصحوه يمشي من المكان بدل ما يقضوا عليه، فبيتعصب جدا وبيطلع الخنجر وبيسيطر على واحد من الجنود وبيجبرهم ينفذوا طلبه. وبنشوفه واقف قدام قائد الحصن وبيبان قد ايه هو شخص جشع ومش همه اي حاجة غير الفلوس والاكل وبس. وبعد شوية مفاوضات بيوافق القائد على التعاون مع القراصنة وبيفهموا انه لو طلع بيكذب هينهي حياته، اما لو طلع قد كلامه هيتقسموا الغنائم مع بعض. وبعد ما بيخلص الاجتماع بيطلع سورفن على قمة التل وبيضرب 3 اسهم نار في السماء، ودي اشارة لاشيراد ان كل حاجة ماشية تمام. وتاني يوم بتبدأ المعركة تاني وبيبقى القائد الجشع قاعد يوبخهم انهم مش قادرين يدمروا بوابة الحصن ويدخلوا، وفجأة بيظهر اشيراد ورجالته من وراه وهم شايلين السفن وبيجروا بيها لحد المية. وفي نفس الوقت بيروح سورفن بسرعة ناحية الحصن وبيتشعلق على الحيطة وبيقدر يخلص على رماة الاسهم الموجودين فوق السور لحد ما بيوصل لقائدهم وبيفصل راسه عن جسمه، لكن بتقع منه في المية فبينزل وراها بسرعة من غير تفكير. وبيقدر اشيراد يدخل المدينة ويسيطر عليها، وبيدخل القائد الجشع الحصن بس بيتفاجئ ان اشيراد خد كل الكنوز اللي موجودة وما سابلوش حتى حتة ذهب واحدة. وبيقول له اشيراد انهم كده متعادلين، هو خد الذهب والتاني خد الانتصار والمدينة. وقبل ما يتحركوا بيظهر سورفن على السفينة براس القائد زي ما وعده وبيعرفوا انه لازم يوفي بكلمته زي ما قال له، وفعلا بيقبل التحدي وبيطلع السيف. وفي وسط جو السسبنس ده بيتفاجئوا بكم هائل من السهام جاي من الجنود الفرنسيين، فبيهربوا بسرعة قبل ما حد يتأذي، وبتبقى جات لاشيراد من السماء. وبيفضل سورفن باصص عليه بنظرة كلها تحدي. وتاني يوم الصبح بيوصل القراصنة لبلدهم بعد المعارك الكتير اللي خدوها، والناس بتستقبلهم احسن استقبال ولا اكنهم راجعين بكاس العالم. وبيروح اشيراد يقابل عمه اودن وبيبيع له جزء من الاسلحة والمجوهرات اللي حصل عليهم من غنائم الحروب. وبعدها بيجتمع اهل القرية في ساحة المدينة علشان يتفرجوا على المبارزة اللي هتكون بين زعيم القراصنة والطفل، والكل بيكون متحمس جدا وفي نفس الوقت مش مصدقين ان حتة عيل زي ده يقف بطوله قصاد اقوى محارب عندهم. وبيجي اودن وبيعرفهم القوانين اللي هيمشوا عليها في المعركة وبيبلغهم ان لكل واحد حرية اختيار السلاح بتاعه، فبيختار سورفن الخنجر بتاع ابوه علشان بيتفائل بيه. وبتبدأ المبارزة وبيهجم سورفن عليه بسرعة رهيبة وبيحاول يضربه اكتر من ضربة بكل قوته، بس اشيراد بيتفاداه وبيتفاجئ من قوته لانه اتطور كتير عن اخر مرة واجهه فيها. ولما بيحس انه هيخسر المبارزة بيبدأ يستفزه اكتر وبيتكلم عن ابوه بطريقة مش كويسة علشان يعصبه ويخليه يفقد تركيزه. وفعلا خطته بتنجح وبيتعصب سورفن اكتر وبيبقى شايط على الاخر ومش شايف قدامه وبيهجم عليه باقصى حاجة عنده، لكن اشيراد بيوقعه على الارض وبيكسر دراعه، وكده يبقى سورفن خسر المبارزة دي كمان. وبالليل بنشوف اشيراد ورجالته في الملهى الليلي وبيحتفلوا بانتصاراتهم، وفي نفس الوقت بيكون سورفن قاعد في البرد لوحده كعقاب ليه على خسارته، وبيسمع صوت حد بيكلمه وفجأة بيظهر ابوه قدامه وبيواسيه. وساعتها بيحس سورفن انه رجع طفل تاني وبيترمي في حضن ابوه وبينهار من العياط، وبيعرفوا قد ايه هو وحشه وانه مش هيسيب حقه ابدا. وتاني يوم بنشوف فلوكي واقف مع الملك وبيطمنوا على الجيش وبيعرفوا انهم مستعدين يخوضوا الحرب، وبيبلغوا ان الامير كنوت وصل. وبيجي مساعد الامير راجنر وبيقول للملك ان وجود الامير في ساحة المعركة مش كويس علشانه وفي تهديد على حياته لانه انسان حساس وعمره ما نزل ارض المعركة قبل كده. لكن الملك بيفضل مصمم على قراره علشان الامير ضعيف ولازم يتدردح شوية ويكون شجاع اكتر من كده. وبتكمل الحرب بين الدنمارك وانجلترا، وفي الفترة دي بتقدر الدنمارك تحقق سلسلة كبيرة من الانتصارات وبتوقع عدد كبير من مدن بريطانيا لحد ما الجنود بيوصلوا لقلب العاصمة لندن. وهناك بنتفاجئ بالقائد توركل وبنكتشف انه تولى منصب قيادي في الجيش الانجليزي وهو المسؤول عن حماية العاصمة. يعني نقطة بقى يا بشواتي ومن اول السطر، لان كل اللي واجهوهم قبل كده كوم واللي جاي كوم تاني خالص. وبنشوفه مبهدل جنود الدنمارك على الاخر ومش مديهم فرصة حتى يقربوا من الجسر، واللي بيفكر بس ياخد خطوة واحدة بيقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. وبيوصل اشيراد ورجالته لندن وبيحاول يلاقي خطة علشان يدخل بيها المدينة ويقضي على توركل، وبيسألوا بيورن على اللي ناوي يعمله معاه. فبيبص لسورفن اللي قاعد على شراع السفينة وبيقول له ان عنده مهمة يعملها وهي انه يروح لتوركل ويخلص عليه. فبيوافق سورفن بس بشرط لو نجح في المهمة يبارزه تاني. وبيروح فلوكي لتوركل علشان يبلغه برسالة الملك، وهي ان ملك انجلترا استسلم وهرب على فرنسا فمفيش فايدة من مقاومته، ولو استسلم هيعفو عنه وعن جنوده ويسيب لهم ثروات لندن ليهم. وبيزعق في فلوكي علشان يعرف سبب اللي بيعمله وتخليه عن جيش الفايكنجز والدنمارك بعد ما كانوا بيحاربوا جنب بعض. فبيرد توركل بانه هيحس بمتعة اكتر لما يحارب ضده، وبيروح يشيل صخرة كبيرة جدا وبيرميها عليه، بس بيقدر فلوكي يتفاداها بسرعة. ولما بيعرف الملك اللي حصل
بيحصل بيؤمر الجيش يهجم عليهم بسرعه، وبيحصل مناوشات بينهم وبين جنود لندن. بس توركل بيمسك جذوع خشب وبيرميها عليهم بيدمر بيها كل السفن. ومره واحده بيلاقي قدامه سفينه اشيراد عليها سورفن واقف في اعلى نقطه فيها وبيجري ناحيته، وبتبدا معركه شرسه جدا بينهم بيحاول فيها سورفن يقضي عليه، وبيديله ضربه بالخنجر اللي معاه بتخرج من ايده الناحيه التانيه، وبيفضل توركل ماسك سورفن ومبهدله من الضرب يمين وشمال، وكل ده الخنجر لسه في ايده وسورفن متعلق فيها. وعلشان يخلص من المعركه دي بعد ما اشيراد انسحب وسابه، بيقطع صوابع توركل وبينط في الميه بسرعه وبيهرب، وبيؤمر الملك انه يسيب 4000 جندي في لندن تحت امر الامير كنوت. وبيعترض راجنر على قراره، فبيرد الملك انه السبب في دلعه، ولولا انه رباه غلط من البدايه ما كانش هيبقى كده. وبيبقى اشيراد ماشي مع جنوده في الغابه وبيظهر قدامه سورفن بعد ما بيفتكروه اتوفى، بس دراعه بيبقى مخلوع ورجله مكسوره وحالته سيئه جدا، بس اصراره على اخذ حق ابوه بيخليه يكمل معاهم. وبيبقى توركل على الجسر بيرمي حجاره على الجنود اللي موجودين الناحيه التانيه، وبيجي واحد من مساعدينه بيعرفوا ان الجنود مش عايزين يحاربوهم علشان الامير موجود معاهم، فبيفرح جدا لانه هيرجع يحارب تاني، ومتعته الحقيقيه هتبدا لما ياخد الامير رهين عنده ويقدر يفوض الملك عليه. وتاني يوم بيبقى واقف اشيراد وسورفن وبيجي ناحيتهم الوحيد اللي فضل عايش من جنود الامير ال 4000، وبيحكي لهم ان توركل خرج من حصنه فجاه وهجم عليهم مع جنوده وقضوا عليهم كلهم، وخد الامير رهينه معاه، وهو رايح للملك علشان يقول له الاخبار ويبعت قوات دعم ليهم، وبيعرض عليهم ينضموا ليهم. وبيسرح اشيراد في السما شويه، ومره واحده بيطلع اشيراد سيفه وبيخلص عليه، وبيقول لجنوده انهم هيروحوا يجيبوا الامير من توركل ويسلموه للملك، وساعتها هيكافئهم بفلوس كتير على ده. وبيتحمسوا الجنود جدا ما عدا بيورن، بيبقى قلقان من مواجهه توركل. وفي الغابه بيبقى توركل ماشي هو وجنوده مع الامير وبيحاول يخليه يتكلم بدل ملل الطريق ده، لكن الكلام بيقلب بتريقه على الامير، وبيغضب راجنر جدا من طريقته معاه، وبيبقى مستغرب ان 500 جندي قدروا يهزموا 16000 جندي، وده لان جنود توركل من اقوى جنود الفايكنجز ومش اي حد يقدر يهزمهم. واثناء ما هم ماشيين بيحس توركل والجنود بحركه غريبه حواليهم، وبينزل من عربيته وهو مبتسم زي ما يكون عارف ايه الغريب اللي حس بيه، وبيمسك الرمح وبيرميه بقوه ناحيه الشجر، فبيجي في واحد من الجنود المستخبيين وبيقضي عليه فورا. وبيظهر رجاله راجنر وبيبقى عددهم 2000 جندي، وبيتكلم قائدهم بانهم محاصرين التل كله واي حركه هجوم منهم هيقضوا عليهم، وبيطلبوا من توركل ياخدوا الامير معاهم، وبيوافق فعلا ياخدوه لكن بشرط تقوم معركه بينهم علشان يتبسط شويه، وبيقدر يستفزهم وبيخليهم يسحبوا سيوفهم علشان يهجموا عليه، وبتقوم بينهم معركه شرسه جدا بيقدر فيها يقضي على كل جنود راجنر. وفجاه بتظهر نار كبيره جدا بتمسك في الغابه كلها، وبيطلع اللي عامل كده هو اشيراد علشان النار تنزل وتقضي على توركل وجنوده، وبيجهزوا سورفن وبيرشوا عليه ميه علشان يروح يجيب الامير من غير ما النار تاذيه. وفي نفس الوقت بيبقى جنود توركل رايحين ياخدوا الامير، بس بيظهر سورفن من وسط النار وبيقدر ينقذه منهم بسرعته الفائقه، وبيجي توركل وبنكتشف انه يعرفه وبيقول له على اسم ابوه وامه، وبيتفاجئ سورفن من اللي سمعه وبيساله عن معرفته بابوه، وبيفهموا توركل انه كان في جيش الفايكنجز وغلبوا في القوه. وقبل ما يكمل كلامه بتظهر نار كبيره بتفصلهم عن بعض، وبيودعوا توركل بعد ما بيسيب له الامير، وبيعرفوا انهم هيكملوا كلامهم في يوم من الايام، وبيروحوا عند اشيراد وبيتعهد انه هيحمي الامير مهما حصل. تاني يوم بعد المعركه بيبقى اشيراد ماشي وجنوده على ضفه النهر، وبيلاقي صياد عجوز قاعد في مركبه وبيطلب منه يبعت رساله لحد في الناحيه التانيه من النهر وهيديله فلوس مقابل خدمته، وبيوافق الصياد فعلا، وبيكملوا مسيرتهم لمده ايام، وبيعرفوا ان جنود توركل وراهم علشان عاوزين الامير. ولما بيقلق الجنود بيطمنهم اشيراد انهم قربوا على نقطه وصول التعزيزات، وبيوصل لمكان فيه ضباب كتير، واول ما بيشوف اشيراد القائد بينحني له، وبيظهر من وراه سفينتين، وبيعرف توركل ان السفن دي خدت اشيراد والجنود والامير وعدوا الناحيه التانيه البلد اسمها ويلز. وبيعترض راجنر على وقفهم في البلد دي لانهم بيكرهوا انجلترا والملك بتاعهم ومش هيجازف بحياه الامير، وعشان اشيراد يطمنه بيعين سورفن الحارس الشخصي للامير، بس برضه بيخاف منه وبيستخبى ورا راجنر، وبيطلب منه قائد ويلز يقسم انه لما يبقى ملك انجلترا ما يتدخلش في امور ويلز ابدا، بس عشان الامير ما عندوش ثقه في نفسه ودايما مهزوز ومعتمد على راجنر مش بيرد عليه اصلا، وبيوشوشوا في ودنه علشان يقول لهم قراره. وبيكملوا طريقهم وبيقابلوا مندوبين من مملكه تانية في ويلز، وفي ناس بترمي عليهم اسهم علشان يقضوا عليهم. وفي الوقت ده بيبقى فلوكي عند الملك وبيبلغوا الاخبار اللي جات له من لندن، وبيعرفوا اللي حصل للجيش والامير، وبيأمروا الملك انهم يرجعوا ابنه باي طريقه. وعند اشيراد بيحاول يتفاوض مع المندوبين علشان يسيبوهم يمشوا، بس المندوب بيطلب ان الامير هو اللي يتكلم، بس طبعا الامير كالعاده بيخاف يتكلم قدام اي حد وبيستخبى تاني ورا راجنر، فبيزعق فيه اشيراد لانه بيعمل كل ده علشان يتجنب معركه ملهاش لازمه هيخسر فيها نص جنوده. ولما بيلاقي راجنر رافض ان الامير يتدخل في الموضوع بيضطر
وبيضطر انه يكشف خطته للمندوبين، وهي انهم هيعدوا في ويلز وممالكها لحد ما يوصلوا الامير للملك في الدنمارك. وبنعرف كمان ان اشيراد هو الوريث الشرعي للعرش في الدنمارك وويلز، لانه اخر فرد في سلاله العيلتين، وامه كانت اميره ويلز، بس لما ابوه احتلها خدها جاريه عنده وخلف منها اشيراد. وهو بيعمل كل ده علشان لما الامير يمسك الحكم هيبقى له منصب كبير معاه وقتها وهيحسن اوضاع ويلز. وبيوافق المندوب على خطتهم وبيخليهم يكملوا طريقهم في ويلز، بس بيسلموا اسلحتهم علشان الناس ما تشكش في حاجه. وهم في الطريق الجو بيتغير عليهم وبيفقدوا نص اكلهم، فبيعدوا على قريه صغيره في نص الطريق. وفي نفس الوقت ده بيبقى فيه بيت في القريه اهله متجمعين على العشاء، وبتخرج منه بنتهم الكبيره بعد ما بتخلص اكلها بتروح عند شجره كبيره بتبقى مخبيه فيها خاتم ليها، وبتفضل لابساه وبتستمتع بجماله على ايديها. وبتشوف واحد بيحاول يحذر اهل القريه ان فيه هجوم جاي عليهم، بس بيمسكوه اتنين وبيمنعوه، لكنها مش بتقدر تميز ملامحهم بسبب العاصفه. وبتشوف 3 رجاله دخلوا بيتها، وجوه بيتهجم واحد من الجنود على الام، وبيؤمر الجندي الاب يطلع مخزون الاكل بتاعهم كله، وبينهبوا كل الاكل اللي موجود في القريه. وبيهدد اشيراد الكاهن بتاعهم لو فتح بقه هيخلص عليه، وانه هيسيبه عايش وياخده معاهم بس يفضل ساكت. وبيقضوا على كل اللي موجودين علشان محدش يروح يبلغ عن مكانهم، بس البنت بتبقى مستخبيه ورا الشجره وما بيقدروش يشوفوها. وتاني يوم بيصلي الكاهن وكنوت وراجنر على ارواح الناس اللي ماتت في القريه، بس كنوت بيتعصب جدا لما بيلاقيه بيتمادى في كلامه وقت الصلاه. واخيرا بيطلع من صمته وبيزعق في الكاهن لدرجه ان راجنر وسورفن بيستغربوا من اللي سمعوه. وفي نفس الوقت بتيجي رساله لتوركل بمكان اشيراد وجنوده بعد ما البنت اللي اتبقت من القريه راحت وبلغت عنهم. واول ما بيسمع كده بيجهز جنوده علشان يروح على مكانهم. وبعدها بيعرف اشيراد من واحد من جنوده حاسه السمع عنده قويه جدا اسمه ميمي ان توركل قرب عليهم، فبيضطروا انهم يتحركوا من مكانهم بسرعه قبل ما يوصلوا عندهم. وبيروح 2 من الجنود لراجنر علشان اشيراد عايزه في موضوع مهم، وقبل ما يوصلوا عنده بيغتالوه برمح في ظهره، وبيطلب منهم قبل ما تنتهي حياته يقابل اشيراد ضروري. وبيجي فعلا عنده وبيقول له انه سبب وفاته هو انهم يخلوا الامير اكتر قوه، وبكده دوره في حمايته خلص. وبيحكي له راجنر ان اللي مخلي الملك ياخد كنوت معاه المعارك دي علشان يخلص منه ويخلي ابنه التاني يتولى الحكم بعد ما انقسمت البلد لنصين، كل واحد فيهم عايز امير ولازم يروحوا لاخوه، وكنوت هيكون مجهز كل حاجه. وبالليل بيبقوا قدروا يمسكوا واحد من جنود الانجليز وبيحاولوا يخلوه يتكلم ويقول لهم عن عدد قوات الدعم للانجليز، بس الجندي بيرفض يتكلم حتى لما اشيراد بيفصل صوابعه عن جسمه. وبيدخل عليهم ميمي بيجري وبيبلغهم ان جنود الانجليز قربت عليهم، وبيبداوا يخافوا لما بيعرفوا ان توركل معاهم، وبيجهزوا نفسهم علشان يهربوا بسرعه. بس كنوت بيقاوحهم علشان عاوز ياخد جثه راجنر معاه، لكن اشيراد بيضربوا بالقلم علشان يفوق لنفسه كده بدل ما كلهم يدخلوا معركه هم في غنى عنها. وبيدخل عليه واحد من مساعدينه وبيرمي قدامه 2 من الجنود كانوا ناويين يهربوا وبينضموا لتوركل بسبب خوفهم منه، بس اشيراد مش بيهتم لهم وبيعرف جنوده ان اللي عايز يمشي فيهم يمشي، هو ما عندوش مشكله في ده. وبيبداوا رحلتهم وسط التلج وتوركل وراهم لحد ما بيقابل الجنود اللي سابوا اشيراد وخلص عليهم كلهم. وبعدها بيوصل اشيراد لجسر، وبعد ما بيعدي كل جنوده من عليه بيؤمر 2 يدمروه، وبينادي على بيورن وسورفن وبيقول انهم لازم يفضلوا جنب كنوت علشان حاسس ان الجنود فيهم حركه غريبه، وتقريبا كده والله اعلم بيدبروا مكيده ليه. وبعد ما بيدمروا الجسر بيظهر توركل من فوق جبل قدامهم وبيرمي عليهم رمح بياخد 3 رجاله ويقضي عليهم، فبيخاف جدا بقيه الجنود. وساعتها بيحاول اشيراد يطمنهم، بس بيتكلم واحد من الجنود بانه بقى قائد ضعيف ولازم يستسلم لتوركل وجنوده. ولما بيجي اشيراد يمشي بيوقفوا جنوده قبل ما ياخد كنوت ويهرب، وبيطلب منه جنوده يسلم لهم الامير وهيسيبوه يمشي. وقبل ما يتحرك اشيراد بيقول لهم ان طول عمره بيكرههم وبيكره الدنمارك، وبيقضي على 2 من الجنود. وبيهرب بيورن بسرعه بالامير قبل ما حد يأذيه، بس بيجري وراه شويه جنود علشان يلحقوهم، وواحد فيهم بيضرب الحصان والعربيه الخشب بتتقلب بيهم كلهم. وسورفن بيضرب جندي من على حصانه وبيجري ناحيه اشيراد علشان محدش يخلص عليه غيره. اما بيورن فبيقوم من وسط التلج وبياخد عيش الغراب بتاعه وبيبدا حاله جنونه زي المره اللي فاتت، وبيقضي على كل الجنود اللي موجودين. وفي نفس الوقت اشيراد بيخلص على نص الجنود بقوته الجباره لحد ما بيرمي عليه بقيه الجنود اسهم وبيسيبوه في رجله، لكن بيقدر يقوم يقف من تاني. وفي الوقت ده بيشوفهم سورفن متجمعين على حاجه وبيفتكر انهم خلصوا على اشيراد، فبيجري باقصى سرعه عنده، وفجاه بيلاقي جنود اشيراد ان جيش توركل بقى في ظهرهم وقضى على 3 جنود. واول ما بيشوفوه بقيه الجنود بيرموا الاسلحه من ايديهم وبيستسلموا له فورا، بس توركل بيؤمر جنوده يخلصوا عليهم ما عدا اشيراد، وبيرفضوا يقضوا عليهم من غير ما يكونوا ماسكين اسلحتهم ويحاربوهم. وبتبدا بينهم معركه، وبيقول توركل لواحد من جنود اشيراد يقاتله هو كمان. فاول ما بيشوف الشر والرعب في وش توركل الجندي ده دماغه بتقف نهائي، وبيدخل سورفن في نص
قتال وبيبقى رايح ناحية أشيراد، بس بيقف قدامه توركل وبيضرب حصانه، لكن سورفن علشان سريع بيقدر يقوم بسرعة وبيقول لتوركل إنه لو لمس أشيراد هيخلص عليه لأنه الفريسة بتاعته اللي مستنيها من زمان. وبيستعد الاتنين للمبارزة قدام كل الجنود، واللي هيكسب فيهم هينهي حياة أشيراد. وبيفضلوا يتبارزوا وبيحاول كل واحد فيهم يخلص على التاني، وبيهجم سورفن عليه بسرعة بس ما بيقدرش يجرحه لأنه بيبقى لابس درع حديد تحت هدومه، بس بيقدر يجرحه جروح بسيطة في دراعه. وبيستفزه توركل لما بيقول له إنه ملحقش يتعلم حاجة من أبوه قبل وفاته، فبيجري سورفن ناحيته بسرعة وبيهجم عليه وبيوجهه لبعض أكتر من ضربة، بس محدش فيهم بيتأذي منها. لكن توركل بيديله ضربة برجله بيطيره فيها وبيقع بين الشجر الناحية التانية. وفي الوقت ده بيبقى كنوت فاقد الوعي وبيحلم براجنر وبذكرياته معاه لما كان طفل، وبيربيه وبيقول له إنه لازم يبقى أقوى من كده علشان خلاص هو مش موجود ولا هيعرف ياخد باله منه. ولما بيصحى بيلاقي بيورن لسه في حالة هياجه وبيدمر أي حاجة حواليه ومفيش جندي بيقدر يوقفه، وبيبقى قاعد جنب الكاهن اللي بيحاول يديله العزيمة علشان يكمل وياخد القرار الصح في حياته، وبيفهمه إن معنى الحياة والحب مش موجود بس في قلب البشر لكنه موجود في كل شيء حواليه، وإن كل حاجة في الدنيا ليها دور ومعنى اتخلقت علشانه. وبيستوعب كنوت إن دوره في الحياة هو أمير ولازم يحمي شعبه من أي خطر. وفجأة بيروح بيورن ناحيتهم، وقبل ما يوصل عندهم بيبص له كنوت نظرة حادة جدا وبيقوم يقف قدامه بنفس النظرة وبيقرب عليه، وده بيخلي بيورن يخاف ويرجع لورا. وبيحضنه كنوت وبيقدر يهديه من الحالة اللي كان فيها، وبيتغير الأمير 180 درجة. بعد ما كان إنسان عديم الشخصية وجبان لدرجة عدم الكلام بقى بيأمرهم كمان إنه يروح لتوركل بنفسه. وبيفوق سورفن من الإغماء وبيلاقي توركل والجنود حواليه، ولما بيقوم علشان يكمل المبارزة بيلاقي إن دراعه مكسور وبيحاول أشيراد يساعد، بس بيعند سورفن جدا وبيقول له بلاش يبقى زي أبوه سورز عنيد. ولما بيسمع توركل اسم سورز بيبدأ يحكي له عنه لأنه كان يعرفه وحاربوا مع بعض في معارك كتير، وإن من قوة سورز ملك الفايكنجز كان معجب بيه جدا لدرجة إن جوزه واحدة من بناته اللي هي أم سورفن، وقائد الفايكنجز ده يبقى أخو توركل الكبير، وده معناه إنه يعتبر جد سورفن. وبعد المعركة الأخيرة اللي كانت معاه وقع سورز في البحر وكلهم اعتبروه اتوفى، لحد ما في يوم بيظهر علشان ياخد مراته وبنته ويهربوا من بلدهم. لكن توركل بيشوفه قبل ما يهرب وبيعرفه سورز إنه هيمشي من البلد دي علشان خايف على عيلته، بس توركل بيحذره من القائد وبيحاول يمنعه، لكن سورز بيقدر يخليه يفقد الوعي ويهرب. وبعدها بيطلب توركل يكمل المبارزة، وقبل ما يهجم سورفن عليه بيمنعه أشيراد بسبب إصابته، وإنه لو هجم عليه بنفس طريقته المعتادة حياته هتنتهي، وبيخليه يسمع كلامه علشان يقدر يتغلب عليه بإنه يضحك على توركل ويبين قدامه إنه خلص كل طاقته ومحاولاته قدامه. وفعلا بيسمع سورفن الكلام وبيقدر إنه يتغلب عليه لما بيضربه في وشه لأن دي نقطة ضعفه، وبمجرد ما بيقع على الأرض بيهجم عليه سورفن وبيعوره في عينه. وأول ما الجنود بيشوفوا كده بيمسكوا سورفن علشان يخلصوا عليه، بس توركل بيمنعهم يلمسوه. وفجأة بيدخل عليهم كنوت وبيوقف المعركة دي وبيتفاوض مع توركل يبقى من جنوده، وإن الملك مش هيديه فلوس لو سلموا ليه، وده بسبب كره الملك لكنوت. ومجرد ما هيوصل عنده هيقضي عليه علشان يسلم الحكم لاخوه، لكن لو تعاون معاه وقدروا يخلوه يمسك الحكم هيعينهم المساعدين بتوعه ويمسكهم الجيش. وبيوافق توركل بعد ما بيشوف النظرة في عيون الأمير وبيعرف إنه صادق فعلا في كلامه. وبيستغرب الكل من ردة فعل توركل لأنه فضل أيام بيجري ورا الأمير علشان ياخده أسير عنده. وبيروح أشيراد عند رجل الأمير وبيتعهد إنه هيحميه مهما حصل. وتاني يوم بيجي مرسول من الأمير لفلوكي بيبلغه بكل الأحداث اللي حصلت، لكنه مش بيصدق أي حاجة من اللي سمعها لحد ما بيلاقي الأمير كنوت وكل الجنود قدامه وبيتصدم من المنظر. وبيأمره كنوت يعرف الملك بوصوله وهيبقى في ضيافته بالليل. وبالليل بيروح كنوت للملك ومعاه سورفن وأشيراد، وأول ما بيدخلوا القاعة بيشوفوا جنود بأسلحة مستخبيين وبيفهموا إن في كمين متدبر للأمير. وبيدخلوا عند الملك وبيأمر كنوت يقرب منه وبيقول له إنه اتغير جدا وده واضح في عينيه عن آخر مرة شافه فيها. وبيبدأ يكلموا عن الحكم وإن مفيش حد بيقرر يبقى الملك، التاج هو اللي بيختار الراس اللي يتحط عليها، وبيعرفوا إن التاج ما اختارهوش. وفجأة بيظهر الجنود المستخبية علشان يهجموا على الأمير، وبيوقف سورفن وأشيراد في ظهر كنوت تحسبا لأي حركة غدر منهم. وبيوجه الملك كلامه لابنه إنه هيعمل معاه اتفاق، وهو إنه هيديله مدينة بعيدة عنه علشان يعيش هناك بسلام ولوحده، ولو رفض هيخلص عليه حالا. وقبل ما يرد كنوت عليه بيتكلم أشيراد بسرعة وبياخد الإذن من الملك إنه يتكلم معاه، وبيعرفوا إن الأمير قدر يستولى على توركل وجنوده، وبكده مفيش أي فرصة قدام إنجلترا إنها تقاوم قدامه، ولازم يعيد تفكير في معاقبة الأمير بعد الإنجاز اللي عمله. وبيقتنع الملك بكلامه وبيعرف كنوت إن تاني يوم هياخد مكافئته على اللي عمله في مدينة تانية جنبهم اسمها يورك. وبالليل وهم بيحتفلوا بيدخل عليهم أخو راجنر اللي اسمه جاك، وبيعرفوا كنوت بوفاة أخوه، وكمان
وكمان هيشغلوا جاسوس عنده على الملك يعرف اخباره وتحركاته ويجي يحكيها له. بس بيحس اشيراد ان جاك مش مخلص للامير زي اخوه. وتاني يوم بيظهر ليف في مركبه وبيبان عليه الكبر، وبيطلع انه كل السنين دي لسه بيدور على سورفن وعنده امل يلاقيه. وفجاه بيلاقي ناس كتير بتجري وبيسمعهم بيقولوا ان سفينه الامير وصلت. ولما بتعدي السفينه من قدامه بيشوف اشيراد عليها وبيقدر يتعرف عليه كويس قوي. وبيتكلم اشيراد مع الامير وبيفهمه ان الملك ممكن يغدر بيه ويفرقه عن توركل، ووقتها لو رفض هيعلن تمرده، وساعتها هيبقى في سبب لاغتياله، وكده هو لازم تنتهي حياته هنا دلوقتي. وفي نفس الوقت بيظهر شخص متخفي في وسط الناس اللي بتتفرج على سفينه الامير وبيطلع سهم وبيضربه بيه. وقبل ما بيهرب بيظهر سورفن قدامه وبيعوره في وشه وبيرميه قدام ليف وبيقضي عليه فورا. وبيتصدم ليف انه شايف سورفن قدامه وبيجري عليه ياخده بالحضن لانه ما صدق يلاقيه، وبيفضل يعيط. وفي الوقت ده بياخد الجنود الامير علشان يلحقوه، ولما بيكشفوا عن وشه بيكتشفوا انه ست، واشيراد هو اللي عمل الخطه دي علشان يقوي موقف الامير عند شعبه. وبيبقى سورفن قاعد مع ليف وبيفهمه سبب وجوده مع اشيراد، وانه في الوقت المناسب هيقضي عليه وياخد حق ابوه منه، ووقتها هيرجع لعيلته تاني. وبالليل اشيراد بيزور بيورن بعد اصابته وبيتفقوا مع بعض انه عاوز يبارزه لاخر مره قبل اعتزاله للحروب والمعارك، وبيوافق اشيراد على طلبه. وبعدها بيجتمع كنوت باشيراد وتوركل وجاك، وبيتكلم اشيراد بان خطتهم ماشيه زي الفل وعشه على عشه في نشر الاشاعات بين الشعب علشان تمنع الملك من اي قرار ضد الامير. واول ما بيخلص كلام بيقوم جاك وبيقول لهم انه لازم يمشي علشان عنده شغل. ولما بيسيبهم بيعرفهم اشيراد انه شاكك في جاك بنقل معلوماتهم للملك، وبيخلي سورفن يراقبه ويعرف هو بيروح فين. وفعلا جاك بيطلع جاسوس على الامير وبينقل كل اخبارهم وخططهم للملك. وتاني يوم بيوقف سورفن واشيراد علشان مبارزتهم سوا، وبيبقى الامير هو الحكم بينهم. وفي نفس الوقت بيوصل بيورن علشان ميعاد مبارزته هو كمان معاه، وبيبداوا هما الاتنين، لكن اشيراد بيقضي عليه من غير قصد. ولما بيحاول يلحقه بيمنعه بيورن علشان بيحس ان خلاص حياته انتهت لحد هنا. وبيجي دور مبارزته التانية، وبيصارع سورفن بدراعه المكسور وبيرمي اشيراد سيفه بعيد، وبيهجم سورفن عليه بسرعه بس من غير جدوى لانه بيمسكه من دراعه وبيلكمه اكتر من ضربه في وشه وبطنه لحد ما بيخليه يفقد الوعي. وبياخد اشيراد سيفه وبيمشي ناحيته علشان يخلص عليه، وبيوقفوا الامير عن اللي كان هيعمله وبيعلن ان اشيراد هو اللي كسب المبارزه دي. وكنوت بيفوق سورفن وبيروح اشيراد يقعد بعيد وبيقول لسورفن ان طريقته في المبارزه تقليديه جدا وبقالها سنين ما اتغيرتش لانه بيسعى لرقبته وبيقدر يشوف ده في عينه. وبيحكي له انه وهو صغير كان بيراعي امه المريضه لما رماها ابوه بعد ولادته لانه كان راجل قاسي جدا وقوي لدرجه انه ما يعرفش عدد ولاده اصلا من كترهم، وما كانش يعرفه كمان. وفي يوم امه تعبت جدا لحد ما اتجننت ومشيت في الشارع، وكان في نفس الوقت ابوه ماشي، واول ما بتشوفه بتجري عليه وبيطلع سيفه علشان يقضي عليها. بس اشيراد بيمسك سيف هو كمان بسرعه وبينقذها، وبيفضلوا يتبارزوا بالرغم من ان اشيراد اول مره يمسك سيف في حياته. ووقتها بيتاكد انه واخد صفات كتير من ابوه حتى لو ما كانش عايش معاه. وبتنتهي المبارزه لما بيقع سيف اشيراد منه، وبيساله عن قرابته ليها وبيرد عليه بانه ابنها، فبيعرف ابوه انه ابنه برضه وبيأمره يروح يعيش معاه ومع بقيه اخواته في البيت. وعدت السنين واثبت فيها لابوه انه قد الثقه اللي حطها فيه، وبيجتهد جدا في تدريباته وبيقدر يجبر الكل انهم يحترموه بقوته واخلاقه بعد ما عرف يكسب محبه ابوه واخواته. وفي يوم بيدخل على ابوه اوضته وبينهي حياته وهو نايم باستخدام سيف واحد من اخواته. علاقته بابوه ما كانتش كويسه، ولما عرفوا بقيه اخواته باللي حصل قضوا عليه تكريما لابوهم. وتاني يوم بتبدا مراسم مكافاه الملك للامير كنوت، وبيبقى في ناس كتير جدا حاضره الحدث ده من قائدين جيش وكبراء الدنمارك علشان يكونوا شاهدين على اي حاجه هتحصل. وبيبدا الملك يتكلم بان اخيرا انجلترا بقت تحت سيطرته، ويرجع الفضل في ده لابنه كنوت بعد ما قدر يسيطر على قائد جيش لندن ويخليه حليف ليهم اللي هو توركل. وبيعلن انه هيدي لندن لكنوت علشان يحكمها، وهيبداوا يجهزوا الجيش علشان يغزوا ايرلندا كمان. وبيفرح اشيراد لما بيتاكد ان خطته ماشيه صح، وبيلاحظ ان فلوكي مركز معاه جدا، وبيفوق على كلام الملك انه هيغزو ويلز الربيع الجاي لانها مصدر قوه لكل البلاد اللي حواليها. فبيتصدم اشيراد من اللي بيسمعه وبيبان على وشه جدا، واللي بياخد باله من ده هو فلوكي. وبيروح يبلغ الملك باللي شافه بصوت واطي، وبيلاحظ توركل التوتر على وش اشيراد وبيساله عن علاقته بويلز لما شعبها ساعدهم في الهروب. وبيرد عليه بان قبر والدته هناك وهو عاش فيها طفولته كلها لانها بلده الاصليه. وبينده الامير كنوت عليه علشان يكافئه، وبيبقى باين على سورفن التعب وهو ماشي في وسط الناس بيلمح شخص شبه اشيراد وبيجري ناحيته بسرعه وبيمسكه من هدومه. بس الشخص ده بيتخانق معاه هو واصحابه، لكن سورفن بيقدر يضربهم وبيجي جنود من الجيش ياخدوه على السجن. وبيفضل على الارض لحد ما بيجي ليف يزوره وبيترجاه يرجع معاه ايسلندا علشان اهله، لان بعد وفاه ابوه خد عهد على نفسه انه هيدور عليه بقيه حياته لحد
لحد ما يرجعوا وطنه تاني تكريما لذكرى سورز. بس سورفن بيقول له انه هيروح فنلندا، البلد اللي ابوه كان بيحلم يعيش فيها علشان ما فيها حروب ولا عبيد وهيكون في سلام هناك. وبيتحمس ليف جدا وبيعرفوا انه هياخده في طريقه وهيوصله لهناك، وبيفرجوا الجنود على سورفن بعد ما بيعرفوا انه الحارس الشخصي بتاع الامير كنوت، وبياخدوا ليف معاه علشان يسافروا على ايسلندا. وهم واقفين في المركب فجأة بيختفي سورفن وبيهرب منه لانه مصمم على اخذ حق ابوه. وبيتكلم الملك مع اشيراد وبيعرفوا انه حاطط ثقة كبيرة جدا فيه علشان الحرب الجاية ضد ويلز بعد الانجاز اللي عمله مع كنوت. بس اشيراد بيطلب منه يعيد نظر في قرار الحرب عليها لان كده هيهدر موارد الجيش، وخصوصا بعد حربهم مع الانجليز، وكمان بسبب تضاريس ويلز الصعبة. يعني الهجوم على ويلز مش هيكلفهم غير الخسارة، وانه مستعد يبقى مرسول لشعبها ويقنعهم بفرض سيطرته عليها. وبيوافق الملك على عرضه في وسط اندهاش كل الحضور. وبيقرب الملك من ودن اشيراد وبيقول له بصوت واطي يختار ما بين ويلز والامير كنوت، وانه مش مهتم بحربهم على ويلز. وبيأمروا يسلموا راس ابنه اللي بيصارعوا على الحكم، وفي المقابل هيديله مكافأة كبيرة جدا لانه دور وراه وعرف ان امه كانت جارية لواحد من شعب الدنمارك. وبيغضب اشيراد جدا وبيشتم الملك وبيرفع سيفه في وشه، وبيأمروا الملك ينزل سيفه وهيتغاضى عن اهانته ليه. وبيعرفوا اشيراد ان هو الوريث الشرعي لحكم الدنمارك وبريطانيا. وفجأة بدون اي مقدمات بيسحب سيفه وبيطير راس الملك. وبيزعق كنوت في الحرس علشان يهجموا عليه ويمسكوه. وبيروح سورفن عند القاعة وبيلاقي اشيراد بيحارب الحراس لوحده، فبيخاف انهم يقضوا عليه فبيروح له بسرعة. وفي القاعة بيبقى اشيراد غضبان جدا وبينهي حياة اي حد بيجي قدامه. وبيبقى الامير كنوت فاهم اللي بيعمله اشيراد وانه بيمثل كل ده علشان ينقذه هو ويلز في نفس الوقت. وبيحكي لتوركل اللي اشيراد عمله وبيطلب منه يخلص عليه. واول ما بيسمع الخبر بيخلي مسؤوليته وبيقول للامير ان ده واحد من اتباعه المفروض يتصرف معاه بنفسه. وفي الوقت ده بيهجم فلوكي على اشيراد علشان يوقفه عند حده، وفي نفس اللحظة بيدخل سورفن وبيجري ناحيته علشان يخلص عليه كمان. بس اشيراد بيزعق فيه جامد علشان يفضل مكانه. وفجأة بنلاقي كنوت هو اللي قضى على اشيراد علشان يكسب الشعب في صفه، وبيحاول سورفن ينقذه علشان يهربوا. بس اشيراد بيمنعه وبيقول له يخلص عليه بسرعة قبل ما جرحه ينزف اكتر وتنتهي حياته. لكن سورفن بيمسكه وهو متعصب وبيقول له ان الموضوع ما ينفعش يخلص بينهم كده، والمفروض يتبارزوا ويقضي عليه زي ما عمل في ابوه. وبيقول له اشيراد يكمل حياته وما يفضلش في نفس المكان، والغضب يتملك منه لانه ابن سورز وبتنتهي حياته. وبيكلموا كنوت وبيعرفوا بانه هيسيبه يمشي، وقبل ما يخلص الجملة بيهجم عليه سورفن وبيعوره في وشه، وبيقوم بسرعة يمنع الجنود من اذيته. وبيروح يلبس التاج وبيعلن انه هو الملك الجديد للدنمارك وبريطانيا. وبياخد الحراس سورفن بره القاعة وبيقع الخنجر منه، وبكده يكون خسر الذكرى الأخيرة من أبوه. ولحد هنا أنا مشيت.